السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. جايه لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد، فيديو كده بصوا ضرب نار كده. فيديو جامد جدا جدا، هينشطك وهيشجعك لو وراكي ايه قد كده حاجات وكسلانه وعماله تقولي انا بردانه ومتلجه ومتكتكه، والله العظيم هتقومي تخلصي كل اللي وراكي. صلي بينا على النبي الاول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلي على الحبيب قلبك يطيب، صلي على الحبيب ربنا يكبر قلبك ويفك كربك ويزيح همك وغمك ويصلح حالي وحالك، اللهم امين يا رب العالمين. لو كنت اول مره تشوفي قناتي ادخلي خدي لفه سريعه كده في القناه، ان شاء الله بامر الله انا متاكده انها تعجبك، وتحطي لي لايك حلو منك كده. دوسي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. صلينا على النبي صلينا على النبي. حطيتي لايك؟ لا لسه ما حطيتش برده. طب انزلي حطي اللايك، ما تستخسريش اللايك في اختك، ربنا يسعد قلبك ويفرح قلبك يا رب. مش هتدفعوا عليه فلوس والله، بصي تك كده وخلاص. حلوه تك دي صح. بصوا الروتين ده تعبت فيه جدا جدا، وروتين بادئ من بدري من بدري من بدري، من الساعه 5 الصبح. شفتوا النشاط والحيويه بقى، شفت التشجيع والحيويه بجد. كلامكم بصوا بيخليني كده بروح في حته تانية خالص. ربنا يخليكم ليا يا رب. كل اخت كده بتكتب لي كلمه حلوه، كل اخت بتكبر خاطري بلايك حلو منها، بكومنت قمر زيها، بدعوه حلوه منها، من غير ما اذكر اسماء، لان انتوا بجد بجد يعني مش عايزه انسى حد منكم. ربنا يديمكم في حياتي نعمه ويخليكم ليا، واكيد انتوا عارفين نفسكم طبعا. من غير ما اقول، انتوا عارفين نفسكم اللي بتكتبوا لي كلمه حلوه، اللي بتقولوا لي دعوه حلوه، من غير ما اذكر اسمائكم انتوا عارفين. بجد بحبكم بحبكم، والف بوسه كده على خدودكم القمر. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا يا احلى اخوات في الدنيا. بصوا بقى روتين النهارده ده من بدري. انا والله العظيم ما كنتش فطرت، بس اصلا الشعريه دي مش فطاري خالص يعني، ده كانت عشاء بالليل. يعني انتوا عارفين الشتاء بقى وسقعه الشتاء. ماما جعانين، قلت لهم طبعا هحمر لكم شويه شعريه بسرعه واحط عليهم حبه لبن وناكل بالف هنا وشفا. حمرت الشعريه سويتها بشويه لبن، وبعد كده لا ما سويتهاش بلبن، حمرتها وحطيت وهي بتتحمر كده يعني ربع معلقه كده من الملح. ربع معلقه الملح دي بتخلي الشعريه اللون بتاعها كله يبقى لون واحد، وتبقى لونها ذهبي كده معاكي وبتبقى جميله. انا بصراحه بسوي الشعريه في ميه يا بنات، انا ما بسويهاش في لبن للامانه. يعني في ناس كتير قوي بتسويها في لبن، دي طبعا كل واحد ومقدرته، كل واحد وظروفه. انا عندي انت ما عندكيش، يعني كل واحد بيمشي حاله والدنيا على قد اللي بين ايديه. تمام تمام. غليت شويه ميه، حطيت سقيت بيهم الشعريه، غليت غلوتين، هي كده كده بتاخد غلوتين اتنين. على بال ما غليت كنت سخنت اللبن وغرفت لهم كده الاطباق، حطيت لهم كل طبق كده فيه ايه حبه شعريه، كبشتين شعريه، وعليهم شويه لبن وشويه سكر وبألف هنا وشفا. الشتاء ساقعه والشتاء برد والشتاء عايز كل حاجه كل شويه ماما جعانين ماما جعانين يا لهوي. طب اروح فين واجي منين يا ولاد؟ ربنا يخليهم ويبارك لنا فيهم يا رب، ونعيش ونعمل لهم وهم بألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. شفتوا بقى يعني كنت خلاص اتعشينا ودخلت نمت شويه بامانه ربنا. يعني سبت الدنيا كده تضرب تقلب زي ما انتم شايفينها كده، علشان كنت ناويه ان انا ايه، قلت اشارككم معايا الفيديو بتاع النهارده. المطبخ محتاج تنظيفه عميقه كده، فقلت ايه هشجعكم كده واحفزكم معايا، ونقوم بقى نخلص الروتين بتاعنا كده من بدري من بدري. صدق اللي قال حاجة البدرية مقضية ولا حاجة البدرية منسية. فعلا حرفيا الكلمة دي فعلا حقيقة والله العظيم. عارفة ان انت تخلصي حاجتك بدري كده، تنجزي في يومك، بحس ان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني اليوم ربنا يبارك فيه. بحس ان انا عندي لسه بدري واليوم براحتي خالص. عندي مشوار بروح اقضيه، عندي مصلحة بروح اقضيها، وبرضه اليوم فيه بركة. اول حاجه كده روقت المطبخ، لميت كده كل الكوبايات ولميت كل الاطباق وكل المواعين كده اللي في المطبخ، وكمان فضيت التلاجة كمان. احنا في اخر الشهر والتلاجة فاضيه طبيعي يا ولاد، الحمد لله نعمه وفضل، الحمد لله يا رب، ربنا يديمها علينا نعمه. وتتملي بالخير كله طبعا، بس حتى لو فاضيه ولا مليانه نعمه وفضل، ونبوس ايدينا وش وظهر كده، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. فكان في كده كام طبق كده فيهم اكل، رحت مفضياهم ورحت غسلاهم. وقلت ايه الاول بحب اشطف الاول الاطباق كلها من اي بواقي اكل فيها. ليه؟ علشان تحس ان الليفه بترغي معاكي، وتحس ان المواعين نضفت ومش مدهنينه كده ولا منسلسه، لا وبتبقى بجد نظيفه نظيفه. خلصت كده المواعين غسيل، تحسي ان انت برضو ايديك نظيفه نفسها. لكن تغسلي بقى على الرز وتغسلي على بواقي الطبيخ وتغسلي على الكلام ده، لا دي معلش مش، دي مش شطاره خالص خالص خالص. يعني في ناس كتير قوي بتعمل كده، لا بس امسكي كده المواعين اشطفيهم الاول، نزلي اي رز فيهم، نزلي اي بواقي اي طبيخ فيهم، وتروحي شاطفه الحوض بتاعك وتبداي تسمي بسم الله وتغسلي، وتشوفي بقى الرغاوي والنظافه بتاعتك، والمواعين هتبقى طالعه بتبرق تبرق كده. ايه بمناسبة اخر الشهر بقى، احنا في اخر الشهر والدنيا مهكعة على الاخر طبعا، الحمد لله والشكر ليك يا رب. ربنا يا رب يوسع ارزاقنا ويفتح لنا باب الرزق من عنده.
فقلت ايه بقى، مع تنظيف المطبخ العميقه هنزل كل العلب بتاعه التوابل والعلب بتاعه البهارات والحاجات دي كلها، ايه امسكها ايه دعكه دعكه حلوه كده على السريع. طالما هنضف المطبخ يبقى ننضف بقى على نظافه، يعني هي العلب كده كده نضيفه. العلب كده كده نضيفه عادي يعني، مش مشكله، احنا هنغسلها كويس عشان تبقى بتبرق كده، واخدين بالكم يعني. والله العظيم بجد انا مش عارفه هو في ايه يا ولاد، انا مش عارفه هي الحاجه مبقاش فيها بركه، ولا الفلوس مبقاش فيها بركه، ولا احنا اللي بقينا بناكل، ولا ايه، انا مش عارفه اقول لكم ايه بجد والله. يعني بسم الله ما شاء الله، كنا زمان نجيب الاكل ونجيب الحاجه، والله العظيم حرفيا الحاجه كانت بتقعد على الحاجه. يعني والله العظيم ان انا كنت باجي فعلا اخر الشهر كده اجيب ورقه وقلم بقى، واقف كده قدام المطبخ وافضل افرض طب انا عندي ايه، طب ما عنديش ايه، طب ازود ايه، طب انقص ايه دلوقتي، بسم الله تبارك الله. قبل نص الشهر ما بيجي بيكون الدنيا مصفره يعني. الحاجه بقت غاليه، الاسعار بقت نار. الحاجه اللي كنا بنجيب منها كيلو واثنين وثلاثه دلوقتي بتجيبي كيلو منها وتمشي الدنيا، ولما يخلص نجيب تاني. فالحمد لله برضو احنا في نعمه، برضو احنا في نعمه. بصي تفضلي طول ما انت قاعده كده تحمدي ربنا عليها. فبقت الحاجه بتخلص وبننزل بقى كل شويه نجيب بالكيلو، بالاتنين كيلو، بالنص كيلو. طبعا ظروفي غير ظروفك، انا معايا انت معكيش، انت معاكي انا معيش، كل واحد بيمشي على قد اللي معاه. يعني انا باخد مرتبي ما اروحش اجيب كله خزين واحطه في المطبخ كده واحطه في الثلاجه وافضل قاعده طول الشهر بغني ظلمه. لا، هتجيبي حاجاتك وعارفه ان يعني انا عن نفسي ببقى اجيب حاجتي وببقى عارفه ان الحاجه هتخلص قبل الشهر ما يخلص، بس اجيب بالنص كيلو، اجيب الكيلو، بحيث ان انا يبقى معايا فلوس مصاريف، مش كل شويه افضل اقول له هات هات هات. يعني انتوا عارفين كلمه هات دي لوحدها بحسها اهم على قلبي كده، جبل على قلبي، مع ان انا جوزي ربنا يخليه لي يا رب ويبارك لي فيه يا رب، والله العظيم حرفيا يعني مش بخيل خالص 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 بالمره، ولا بيحسب ورايا ولا بيحاسبني ولا اي حاجه. بس برضو ان انا كل شويه كده ما بقتش اقول هات، بقيت اخد كده من كتر ما انا بقول هات، من كتر ما انا باخد كلمه هات دي بالنسبه لي بقى خلاص نسيتها. افتح وخد على طول ومشي الدنيا يا معلم. ربنا يفتح لنا ابواب الرزق يا رب، ويبارك ويخلي ويدي الصحه لكل الحنين وكل اللي قلبه حنين، كل اللي والبخيل ده بقى ربنا يشفيه ويعفى عنه، لانه فعلا البخل ده مرض ربنا يعافينا منه. بصوا مسكت كده ايه، قلت هبدا كده بالبوتاجاز، مسكته كده من فوق لتحتيه تصبينه ايه عميقه عميقه زي ما بيقولوا. يعني الحاجات، في ناس بتبقى حاطه حاجات كده في البوتاجاز ومفارش وحاجات كده، الحاجات دي بصراحه انا ممكن لو عروسه جديده وكل حاجه حطيها، ما عندكيش بيبيات صغيره، ما عندكيش ولاد، بصي الحقي افرحي بكل حاجه. يعني افرحي بحاجتك، اتبسطي بحاجتك، اتهني بحاجتك، لان بسم الله تبارك الله اما يكبروا شويه مش هتلاقي حاجه من الكلام ده كله لسه موجوده اصلا يعني. هتلاقي كل حاجه اتبخرت، يعني ما اعرفش هما بيبلعوهم ولا ولا بياكلوهم ولا بيودوهم فين، انا مش عارفه بصراحه. فانا عندي الحمد لله البوتاجاز بتاعي ابيض يا ورد كده، فسهل غسيله. بصي ادي بيبقى قشطه قشطه كده. دخلت على المطبخ، المفارش، بصوا المطبخ بيبقى من وقت للتاني محتاج تنظيفه عميقه. يعني ايه تنظيفه عميقه؟ يعني تشيل الملايات بقى، الملايات ايه بس يا حاجه، تشيل المفارش اللي بتبقى مفروشه في المطبخ من جوه. ممكن لو مطبخ حشر لا اله الا الله، اللهم صل على النبي يا ولاد النبي. مش عارفه الكلام كله داخل في بعضه ليه. لو مطبخك خشب مش حشر، ها، لو مطبخك خشب ممكن تلاقيه بيطلع كده حشرات او بيربي حشرات. فعشان تحافظي على حاجتك ومطبخك وحاجتك تبقى نظيفه، وما تتهرجيش قدام اي حاجه قدام اي حد، وما تقرفيش برضو. يعني كل من وقت للتاني امسكي كده تنظيفه حلوه، تصبينه كده من فوقيه لتحتيه، ايه خليه قشطه قشطه كده. تشيلي المفارش وغيري. انا كنت فرشه كرتونه، طبعا في ناس ممكن تتريق ايه كرتونه، ايه اللي ايه القرف ده، ايه الكرتونه اللي انت فرشاها ومش ايه الكرتونه اللي انت فرشاها دي. بصوا والله كل واحد بيمشي على قد حاله. يعني انا ظروفي ما تسمحش ان انا اشتري مفارش بطقم مفارش مثلا ب 200 جنيه ولا ب 400 جنيه، اللي هي الرول اللي على بعضه ده، زمانه دلوقتي بقى ب 400 جنيه. ظروفي ما تسمحش، ومش حابه شكل المطبخ كده، فحابه ان انا افرش فيه الحاجه اللي تناسبني، الحاجه اللي على هوايه، او الحاجه اللي هي ظروفها يعني الحاجه اللي تمشي مع ظروفي. المهم ان في الاخر تبقى عينك تيجي على حاجه تلاقي ان الحاجه نظيفه، ما تلاقيهاش عادي. في ناس جدا كتير جدا ممكن تبقى فرشه المفرش ب 500 جنيه ولا ب 1000 جنيه وبرده مع ذلك المطبخ معفن. فطبعا ربنا يا رب يوسع ارزاقنا ويصلح حالنا كلنا يا رب. مسكت كده ايه، شلت كل الحاجات اللي كانت في المطبخ، هو مكركب بقى فتره بصراحه محتاج ان هو يتعمل، فقلت اعمله معاكم واشجعكم معايا. يلا بقى، لو لسه ما حطيتش لايك حطي لي لايك حلو منك، وحطي لي كلمه حلوه كده منك، ربنا يرزقك مثلها وزياده.
مسكت كده قلت ايه، هلمع برضو الخلاط، هلمع الكبه، هلمع الهاند بلندر كده، ايه اديهم تلميعه سريعه كده. حته قماشه مغسوله بشويه ميه وشويه صابون عليها كده، ايه حبه خل، حبه قصدي كلور صغيرين جدا. مسكت كده المضرب البيض والكبه وكله كله كده، ايه مسح مسح من فوق لتحتيهم كده تلميعه كده، ايه الحاجه بقت عندي نظيفه وبقت عندي فل. طب ما هي كده كده الحاجه نظيفه في المطبخ، لا الحاجه نظيفه بس احنا واحنا بنستخدمها ايدينا بتبقى ممكن فيها لبن، فيها بيض، ممكن يبقى ايديكي فيها بواقي اكل تطبع على الحاجه. فبنحاول على قد ما نقدر نحافظ على حاجتنا على قد يعني طاقتنا، يعني بحيث ان الحاجه تقعد معاكي اطول وقت ممكن، لان بصراحه في الغلا وفي الحال اللي احنا فيه ده الله المستعان، يا رب يعيننا ويقوينا على حالنا يا رب. فبنحاول نحرص على الحاجه على قد ما نقدر. انا ده خلاص كده خلصتهم، هدخل بقى ايه الخلاط بتاعي. بصوا من ساعه جوازي قطع اثريه يا ولاد، عايز محتاج يتحنط عشان ما حدش بس يتريق وايه الخلاط ده وشكله عامل كده ليه. هتصدقوني ان شاء الله، هتصدقوني بامر الله. انا يمكن لغايه 3 4 سنين جواز يعني ما كنتش اعرف. اول حاجه ما كانش عندي نت، تاني حاجه ما كانش عندي اللي هو الفيس، ما كانش الكمبيوتر طبعا عادي عليه العاب عاديه خالص، التلفزيون عاديه حاجات عاديه خالص. حته ان انا كنت انضف واروق كده من وانا في بيت اهلي، انا بنضف واروق وكل حاجه، بس مش اللي هو التنظيفات اللي هو كنت امسك مثلا الخلاطه اروح مسحها كده مسحه حلوه. امسك حاجات كده بتبقى عميقه كده محتاجه ان انت تتنضف كده قلب الخلاط من تحت، ان انت تمسكي مثلا الانتريه تمسكيه كده تصبنيه من فوقيه لتحتيه. انا ما كانش عندي الافكار دي بصراحه، ربنا ما كانتش بتجيلي خالص خالص. ومع اني كنت ببقى فاضيه يعني ولاد صغيرين ومش ورايا حاجه، لكن حته ان انا امسك الحاجات كده المعها واعملها لا. لما طبعا جبت موبايل وبقى في فيس، بقى في نت، بقى في يوتيوب، بقى في الحاجات دي بنتعلم من بعض. بتشوفي فلانه عملت حاجه، لا طب اقوم اعملها، تشجع زيها واقوم اعمل. طب لا هو انا مطبخي مش نظيف ليه، طب هو انا خلاطي مش نظيف ليه، اقوم امسك الحاجه كده واروح منضفاها كده حاجه حاجه تبقى حاجتي كده قشطه كده وفل. فبصوا الخلاط يعني اديله فتره من الزمن، يعني ربنا يبارك لي فيه يا رب، نعمه وفضل طبعا حلو زي الفل. بمسكه كده بحته قماشه مبلوله وعليها شويه صابون كده او شويه كلور، وتروحي ملمعه كده الدنيا تبقى عندك زي الفل. طبعا ده التلميع ده جه متاخر زي ما قلت لكم كده. هو انا لو بلمع الحاجه من اول جوازي كده وكنت اعرف يعني ايه، مش هقول لك يعني ايه نظافه، طبعا نظيفه وكل حاجه طبعا، اللي هو التنظيفات العميقه اللي هي ايه تمسكي كده الحاجه تغسليها بضمير كده زي ما بيقولوا. اكيد كانت حاجات كتير قوي هتبقى متحافظ عليها لغايه دلوقتي يعني. والحمد لله لغايه دلوقتي برضو عندي حاجات متحافظ عليها يعني. بصوا طقم التوابل الاصفريقه الامرايه ده من ساعه جوازي برضو، بقى له 17 سنه يا ولاد. وبصوا هو المفروض ان هو اترمى من زمان، بس حلو زي الفل، شغال والله شغال والله زي الفل. ربنا يخليه لي يا رب. تمام خلصت، نزلت كل حاجتي كده ايه وقلت اغسلها. كتير بنبقى نفسنا في حاجات طبعا، كتير بنبقى عايزين نجدد حاجتنا، بس ممكن الظروف ما تسمحش، ممكن معيش، ممكن طب اجيب منين، ممكن بدل ما افضل ابص لسلفتي وابص لجارتي وابص لمرات اخويا ولاختي ودي جابت دي عندها دي عندها، لا ممكن احافظ على حاجتي وفي نفس الوقت اوفر قرش على قرش واجيب حاجه في حاجه. يعني ايه يعني مش هننام ونصحى نلاقي ربنا مدينا كل حاجه. هو احنا طبعا ربنا مدينا برضو مهما ان كان في حاجات ناقصه مننا، بس والله العظيم ربنا مرضينا ومدينا حاجات كتير قوي قوي حلوه. حابه انت تجددي في حاجتك حصاله كده صغيره ترمي فيها اللي ربنا يقدرك عليه. حابه تجددي في حاجتك جمعيه كده صغننه مع امك مع اختك مع مرات اخوكي مع اخت جوزك مع اي حد كده يعز على قلبك كده، وتكسري قرش وتنزلي تجيبي حاجه في حاجه، هتبصي تلاقي حاجتك كلها اتجددت مره في مره، وتلاقي حاجتك بسم الله ما شاء الله يعني يعتبر كل حاجه جديده. ليه؟ عشان بتشتري جديد على طول. وطبعا اللي الظروف طبعا ما تسمحش، احنا برضو في نعمه والموجود بين ايدينا عسل وسكر نحافظ عليه بس. ونبص دايما بصي للي اقل منك، اوعاكي في يوم من الايام تبصي لحد اعلى منك. ليه؟ عينيك هتوجعك اول حاجه. تمام. تاني حاجه هتتعبي. تالت حاجه ان انت ممكن اصلا ان انت تحسدي اللي قدامك من غير ما تقصدي، ودي حاجه طبعا احنا ما بنحبهاش خالص خالص خالص. حاولي تكسري سم عينك زي ما بيقولوا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على النبي. حتى لو انت متاكده ان انت مش هتحسدي الحاجه، اما ما تشوفي الحاجه على طول بسم الله ما شاء الله، اما تشوفي الحاجه على طول اللهم صل على النبي. انت عارفه يعني حتى لو كنت عند حد وعادي وهو عارف ان انا ممكن ما احسدش الحاجه، كلمه بسم الله ما شاء الله تبارك الله دي بتكسر ان هو اصلا ان انا ممكن بعد ما امشي الحاجه تتكسر. تيجي صاحبتي مثلا ولا تيجي فلانه ولا لا دي اللي كانت عندي دي صلت على النبي والله لما شافتها على طول، لما شافتها على طول قالت بسم الله ما شاء الله. فانت بتكسري سم عينك وبتكسري سم اللي قدامك ان هو ممكن يفكر ان انت حسدتي الحاجه او عينك فيها او بصله فيها زي ما بيقولوا.
فيا رب يجعل بيوتنا عمرنا بالخير يا رب، والسعد والهنا والرضا، ويجعل لنا دايما راضيين يا رب. لان انت لو ربنا، يعني ربنا يرضى علينا ويجعلنا راضيين، لانه هو لو ربنا رضي علينا هيرضينا بكل حاجه حلوه. وان انت تبقي راضيه كده بعيشتك وبحياتك وبحالتك مهما كانت ظروفك، مهما كان معيش، مهما كنت باكل ملح، باكل مش، باكل بتنجان، باكل جبنه قديمه، باكل مطبخ مره واحده في الاسبوع، طب بطبخ مره كل اسبوعين. مهما كانت ظروفك هتحمدي ربنا والله العظيم على اللي انت فيه. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، انا في نعمه. الحمد لله، ربنا يديمنا علينا يا رب. تعالى اقول لكم بقى ايه، في ناس كتير قوي بتبقى فرشه المفارش بتاعت التلاجة دي، عارفينها؟ المفارش دي اصلا مش بتخلي الهواء يتوزع كويس في التلاجة، الاكل ممكن يبوظ بسرعه. وكشكلا هي بتبقى حلوه، لكن عمليه لا، مش عمليه خالص خالص. فلو عندك مفارش، انا بفضل تتفرش في مناسبه، تتفرش يبقى جاي لي ضيف، جاي لي حد زياره، لكن في الايام العاديه دي بيبقى صعب. ودي الفرن برضو من ضمن الحاجات اللي ما كانتش بتنضف يا اولاد، برضو بقى لها قرن من زمان ما كنتش اعرف يعني ايه تنظيف، زي ما قلت لكم كده، ما حدش يتريق عليا. بصوا، واللي تتريق عليا انا مسامحاها والله. والله العظيم. فعلى بال ما عرفت طبعا حكايه النظافه وحوار النظافه ده، كانت خلاص بقى الرواسب مسكت في الحاجه يعني. الحمد لله يا رب، ربنا يدينا الصحه والعافيه يا رب، ونعيش بنعمل ونعيش وننظف ونعيش ونروق الدنيا كده. بمناسبه بقى الغلا اللي احنا فيه، طبعا التربو بقى فاضي دلوقتي، فبنعمل ايه؟ هقول لك تعالي استغليه في ايه. انا عندي التربو بتاعي حاطه فيه كل الغطيان. الاول التنظيفه العميقه بتاعه المطبخ النهارده دي، هتشيلي بيها اي ازايز عندك، اي كوبايات مش لهاش لازمه، اي اطباق كده، طبق بلاستيك سايح، اي معلقه سايحه ومش حابه ترميها، اتخلصي من كل الحاجات دي. تنظيف عميق للمطبخ يبقى ما تخليش فيه اي حاجه ما انتش بتستخدميها. طب دي غاليه عليا، لا، طب دي خساره، طب دي ما اعرفش ايه، طب دي ايه، احط تحت السراير. هتفضلي الحاجات دي بتطلع، بتعمل حاله سلبيه، بتجيب لك حاله سلبيه كده، ومش حلوه. الكركبه والدربكه في البيت اصلا عامه مش حلو. حاولي ان انت لو انت مستخسره ترميها، ممكن تديها لاي حد كده، تبقي عارفه ان هو هيستخدمها يعني. مش حابه بيعيها في بتاع ربك، بيعدي بسم الله ما شاء الله 24 ساعه في 24 ساعه يعني. لمي كل الاشياء اللي ملهاش لازمه دي، واياكي بعد ما تلمي الحاجه تفضلي تقولي لا دي خساره، لا دي ما اعرفش ايه. انا تخلصت من اي حاجه كده في المطبخ ما كنتش بستخدمها. حسيت ان انا مطبخي اصلا ضرفتين، يعني هو المطبخ من تحت اللي انا حاطه فيه المواعين ضرفتين، فهو بصراحه ربنا بامانه يعني هو مش مستحمل ان هو يبقى فيه كركبه. يعني هم يا دوبك حبه الحاجات اللي انا بستخدمهم، حلتين على طبقين بلاستيك على صينيتين، نعمه وفضل، اللهم لك الحمد يا رب، ديمها نعمه عليا، ودايما اطبخ فيهم في الهنا، ودايما اكل فيهم في الهنا، ودايما يجي لي ضيوف كده واكلهم فيهم في الهنا. ويجعل بيتي دايما وبيوتكم مفتوحه بستر ربنا، وبصحه جوازنا، وبصحه ولادنا، وبصحتنا احنا نفسنا، وبكرمه ورزقه، وبكل حاجه حلوه يا رب. صليتي على النبي؟ صليتش على النبي؟ صلي على النبي بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. بص، المطبخ نظيف، المطبخ متروق، الشقه عندي كلها قشطه قشطه كده. حاسه ان الدنيا متكركبه في المطبخ، ببقى حاسه ان الشقه كلها تضرب تاني. بصي، لو انت عندك انبوبه، انابيب البوتاجاز، في ناس كتير قوي ركب عندها الغاز، وفي ناس لسه برضو ما جالهاش الغاز. فلو انت عندك انبوبه عشان تتخلصي من حوار الصراصير ده، لان انا عانيت في مأساة الصراصير دي لما قبل ما يركب لي الغاز، كان بجد كنت بجيب طبعا الانبوبه، وزي ما قلت لكم انا كنت لسه زيرو يعني، اي حاجه. فكنت بجيب الانبوبه واروح مدخلاها يا عيني على طول لجوه الشقه. مش قادره اقول لكم كان فيها صراصير طبعا. هي في حاجه مقرفه وحاجه مقززه، بس غصب عني. فين بقى لما خلاص الغاز خلاص ركب، اكتشفت او يمكن قريت معلومه او شفت حد بيقول ده انت المفروض ترشي الانبوبه لما تجيلك من بره. طب يا ولاد ما قلتولوش من بدري كده ليه يا ولاد؟ سبتوني اتبهدلت كده، وقعدت فتره اعاني بصراحه من حوار الحشرات ده على بال ما عرفت اتخلص منه. فلو انت عندك انبوبه من وهي الانبوبه كده الراجل يطلعها لك قبل ما تدخليها الشقه، تكوني كده ماسكه كده قلب الانبوبه، وتروحي رشه بقى اي مبيد حشري كده عندك في قلب الانبوبه من تحت، هينضفها ويخليها فله. ولو فيها اي حشره اكيد يعني هتفرفر كده في ثواني قدامك وانت هتشوفيها. غسلت الشباك. بصوا، مسكت الشباك ده، هو لونه كده يا ولاد والله العظيم. هو مش وسخ قوي، بس مش عارفه يعني، برضو يمكن من بواقي الزيوت، هو يعني الدهان اصفر يعني. هو انضف من كده والله العظيم، وحياة ربنا هو انضف من كده يعني. الكاميرا حاولت اظبطها شمال ويمين، برضو مش عايزه تجيب الصوره النظيفه قوي يعني. هو مش نظيف قوي يعني، بس هو مش بالمنظر ده. مسكته كده غسلته، مسكته غسلته كده من فوق
شوية ميه سخنه ورحت مروقه عليه كده ايه ترويق حلوه، وبالنسبه لي نضيف. يعني انت ممكن تبقي شايفه ان هو مش نضيف، بس انا بالنسبه لي نضيف. يعني في حاجات كتير قوي عيني عن عين بتفرق. يعني انا ببقى شايفه ان حاجتي كده نضيفه وبالنسبه لي الله في احلى حالاتها، وانت شايفه اخي الحاجه دي هي مالها عامله كده ليه. كل واحد يرضى باللي ربنا قاسمه له، كل واحد عشمان في خير في ربنا، نفسه ربنا يرضيه ويزيده ويفتح له ابواب رزق كده ويجدد حاجته حاجه في حاجه ويجيب الحلو كله. بس طبعا كل حاجه بتبقى جايه براحتها، كل حاجه بتبقى ماشيه براحتها، ما نستعجلش ما نستربعش ما نجريش. ربنا يفتح لنا ابواب الرزق ويزيدنا يا رب، ويبارك لنا في اولادنا وفي صحتنا وفي قوتنا وفي كل حاجه يا رب. مسكت كده الحيطان بتاعه المطبخ غسله غسله كده على الماشي، كلها بقت فله فله، وتحسي بنظافه المطبخ كده ان هو منور. لو عندك الرخامه بتاعه البوتاجاز، الرخامه بتاعه المطبخ، عامله عليها حاطه عليها المعرض بتاع الادوات المنزليه، يعني زي ناس كتير قوي ببقى شايفه ان هي حاطاه. هي ممكن تبقى شايفه ان دي حاجه جميله بتتباهى بيها وكل حاجه، بس بجد والله لا، زحمتها ما بتبقاش حلوه يعني. يعني حاولي تحطي حاجات بسيطه كده، هتحسي ان الدنيا رايقه عندك. اول حاجه عشان تعبك وغسيلك للحاجه، تاني حاجه ممكن تربي لك حشرات برضو، ممكن تبقى تحتيها ميه، يبقى تحتيها حاجه، يبقى كشكلا مش لطيفه. فحاولي على قد ما تقدري تخففي المعرض بتاع الادوات المنزليه المحطوطه على الرخامه ده، وحطي حاجات بسيطه اللي هتستخدميه بس. طب مطبخي صغير، طب مش عارفه اعمل ايه، الحاجه اللي مش محتاجاها طلعيها لاي حد يحتاجها، والله يديلك دعوه حلوه قوي قوي قوي. وممكن يستخدمها يكون محتاجها اكتر منك ويستخدمها اكتر منك، وكل مره يستخدمها فيها يديلك دعوه حلوه كده. مسكت كده المطبخ برضو بشويه بالليفه وشويه صابون بقى وشويه كلوركس بقى، اديله بقى فله كده. طب انت بتغسلي المطبخ ازاي؟ يقولوا بالميه والصابون. والله العظيم انا بقالي 17 سنه متجوزه، بسم الله تبارك الله، بغسله كده على طول فله فله كده. والله العظيم الخشب بتاعه زي ما انتم شايفين كده جميل، وما ما فيهوش اي حاجه، زي الفل زي الفل بصراحه. كنت جايبه بقى ايه اللي هو الرول ده بتاع المفرش بتاع الرخامه، ادي لي فتره كده عايزه اجيبه، والحمد لله ربنا نفعني بالسلامه ونزلت جبته، لقيته قدامي كده فجبته. فقلت اقصه واحطه كده على الرخامه. الحاجه زمان كانت، يعني انا اخر مره كنت اجيبها تقريبا من سنه، والله العظيم كان تقيل عن كده قوي قوي قوي. دلوقتي بصوا ده خفيف، وحرفيا كده طلع عيني وانا بلزقه. التاني كان تقيل، وكان بسم الله ما شاء الله تسنديه كده على على الرخامه يبقى بيجري معاك كده لوحده، بيفرش كده لوحده. لكن ده رخم رخم. حاولت جبت ورقه بقيت ادوس كده عليها برده ما ظبطتش معايا. طب جبت كراسه ما ظبطتش معايا. طب رحت جبت طرحه شيفون، وقلت ايه همشي كده واحده واحده افضل ادوس عليه واظبط فيه، ومع ذلك برده ما ظبطش قوي زي ما انا عايزاه. يعني حسيت ان هو كده مكعبش كده من الحتت، بس حلو زي الفل كده. ده روتيني كان النهارده. غسلت المطبخ صبنته وروقته. لو لسه موجوده معايا في الفيديو تستخسريش لايك حلو في اختك كده، كومنت قمر زيك. وبصوا بقى الصينيه الحلوه دي والورد القمر الصغنن ده لسه جايباهم برده مع المفرش امبارح، قولوا له مبروك عليهم. وادي المطبخ كده بعد ما نضيف وبعد ما تروق بقى ايه بيتنفس نظافه كده. صبنت الفرن. حطيت الفرن فين يا لولو؟ بصي الفرن مكانها عندي تحت الحوض. والله زي ما بقول لك كده، بحتاج اغسل المواعين، بحتاج اشد الستاره كده وراها عليها، ولما بحتاج اشغلها بروح شدها كده شويه وحاطه لها المشترك وبتشتغل، وببقى مخليه بالي منها. وربنا يوسع عليا وعليكم ويفتح لنا ابواب الرزق يا رب. وادي الرخامه بتاعتي بعد التجديد بقى والورد والحاجات الحلوه دي. المطبخ بعد ما نضيف بقى حاجه كده جميله جميله جميله. يلا تنشطي وتشجعي وحطي لايك وقومي بقى خلصي كل اللي وراكي، واشوفك على خير ان شاء الله بامر الله في فيديو جديد. بعد ما نضفت المطبخ كده تقفي تعملي الاكل كده بنفسي كده، تقفي كده بكل قلبك كده مبسوطه كده ومزقططه كده من كتر النظافه اللي حواليك. السلام عليكم.